من غير لحمة ولا فراخ ولا بيض ولا زبدة ولا سمنة ولا لبن ولا زبادي. هنعمل النهاردة أحلى صينية جلاش بحشوة مميزة جدا وطعمة جدا، مش مكلفة خالص. ممكن نقول عليها صينية جلاش اقتصادية جدا، وممكن كمان نقول عليها صينية جلاش صيامي لإخواتنا وحبايبنا المسيحيين. وممكن كمان نقول صينية جلاش تحطيها على سفرة رمضان، أحلى صينية جلاش هتحطيها على سفرة رمضان. والحشوة دي جميلة جدا، ممكن تعتمديها عندك، تعمليها في سمبوسة، تعمليها في جلاش، تعمليها في رقاق، ممكن كمان تعمليها في المكرونة البشاميل. بجد لو دقتوا الحشوة وطعمتها هتعتمدوها في كل الحشوات عندكم، احلى كمان من اللحمه والفراخ. انا عن نفسي خلاص مش هعمل غير الحشوه دي لكل حاجه بعملها بعد كده ان شاء الله. تعالوا نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. انا جبت بصلايه كبيره مقطعتها، بس يا ريت يكون بصل احمر عشان البصل الاحمر هيديني لون مقارب كده للون اللحمه، يعني مش هيبين الحشوه هي ايه بالظبط. جبت البصلايه الحمراء حطيت عليها معلقتين من الزيت ورحت مقلباه. انا عايزه البصلايه تحمر، عايزاها تبقى حمراء يعني، مش عايزاها تبقى متشوحه بس. بعد ما دخلت في اللون الوردي كده معايا البصلايه، نزلت عليها بجزرايه كبيره مبشوره، جزرايه واحده بس كفايه جدا. بصلايه كبيره مبشوره، وكمان قرنين من الفلفل حامي بقى، بارد، رومي، الوان، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. ورحت مقلبه كله في قلب بعضه. انا بصراحه حطيت قرنين فلفل حامي. قلبت بقى الخليط كله مع بعضه لحد ما يدبل معايا خالص. انا عايزه الجزر ده يدبل خالص في قلب البصل. بعد كده نزلت عليها بمكعب مرق. لو انت عايزاها بقى صيامي هاتي مكعب خضار، مكعب مرقه خضار. انا بقى حاطه مكعب مرق عادي جدا لان انا هستعملها في الاكل العادي، وكمان ان شاء الله نعتمدها لشهر رمضان باذن الله. لكن زي ما بقولك لاخواتنا وحبايبنا المسيحيين ممكن تجيبي مكعب خضار، مكعب مرقه خضار. حطيت بقى رشه من الملح، وبسيط طبعا الملح لان انا حاطه مكعب دجاج، رشه فلفل اسود، رشه بهارات لحمه، وكمان معلقه كبيره من البابريكا. البابريكا هتديني اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه دون، يبقى كأن الجلاش محشي كده لحمه. وطعمه والله خطير، والله خطير، جربوه. لو دقتوا الطعم ده تحفه جدا جدا، مش هتتصوروا جميل قد ايه. المهم بقى انا عملت الحشوه في الاول لان عايزه الحشوه تبقى بارده لما اجي احشيها في الجلاش. عملت الحشوه كده وركنتها. دلوقتي انا معايا كوبايه الا ربع من الزيت. انا عايزه اقول لكم ان الوصفه كلها على بعضها مش هتاخد كوبايه الا ربع من الزيت. وعايزه اقول لكم كمان ان الزيت يعتبر سر من اسرار توريق الجلاش. يعني في اي وصفه جلاش تعمليها سواء بزبده سواء بسمنه لازم تحطي معاكي زيت، لان الزيت بجد بيورق الجلاش جدا جدا. بعد كده بقى مسكت صينيه عندي ورحت دهناها دهنه كويسه من الزيت، وجبت بقى ورقتين، انا هشتغل ورقتين ورقتين كده. جبت ورقتين من الجلاش ودهنتهم دهنه بسيطه جدا من الزيت. ما تقلقيش احنا لسه نحط عليها زيت تاني، فما تقلقيش، مجرد ان انت تمسحي الورقه مسحه زيت بسيطه كده، يعني كل ورقتين مع بعضيهم مره واحده كده، وتروحي مسحه عليهم مسحه بسيطه كده من الزيت. طبعا بقى بتتني الورقه على حسب الصينيه بتاعتك، في صينيه ممكن تاخد الورقه كلها سليمه، وفي صينيه لازم تتني حروف الجلاش. طبعا انا لو تنيت المره دي من الناحيه دي، المره اللي بعدها بتني من الناحيه التانيه عشان يبقى الجلاش بتاعي مظبوط في الصينيه كلها. وطبعا واحنا شغالين في الجلاش لازم نبقى مغطيينه بفوطه، علشان طبعا الجلاش بينشف على طول معانا. والجلاش انا بجيبه من عند الفطاطري، ما بجيبش الجلاش من السوبر ماركت لانه ساعات بيبقى مركون وبقاله فتره عندهم في التلاجات. لكن الجلاش بتاع الفطاطري بيبقى طازه على طول، وكمان بتبقى اللفه بتاعتها كبيره شويه عن اللي بتبقى في السوبر ماركت، فدايما بجيبه من عند الفطاطري. زي ما انتوا شايفين بقى انا جيت في النص دلوقتي هطبق بقى ورقتين كده على بعضيهم علشان احط عليهم الحشوه. وعايزه اقول لك الطبقه اللي انت هتحطي عليها الحشوه دي مش ضروري ان انت تدهنيها زيت خالص، انت هتحطي الحشوه يبقى خلاص ما تدهنيش حاجه. نزلت بقى عليهم بالحشوه زي ما انتوا شايفين كده، الحشوه بتاعتنا الخطيره دي اللي عايزاكم بجد كلكم تجربوها ان شاء الله، تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. الحشوه دي بجد انا هعتمدها في كل وصفاتي بعد كده، يعني اي وصفه محتاجه حشوات بعد كده مش هعمل فيها الا الوصفه دي. هو البصل بالجزر بجد بيبقوا تحفه مع بعضيهم. سواء بقى سمبوسك زي ما قلت لك، سواء رقاق، ممكن كمان مكرونه بشاميل.
اي حاجه تحتاج حشو هعمل نفس الحشوه دي. يلا بقى بلاها لحمه ولا فراخ. وداخل كمان علينا شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هنحتاج بقى الحاجات دي كتير، هنحتاج بقى الرقاق والجلاش والسمبوسك. هنجيب لها بقى لحمه ولا فراخ منين؟ هنمشي بالحشوه دي. بس بجد حلوه قوي والله، بس انتوا جربوها كده وهتعجبكم ان شاء الله، ويا ريت تبقوا تقولوا لي رايكم فيها ايه. المهم كده بقى انا جبت ورقتين كده من الجلاش زي ما انتوا شايفين، وبطبقهم كده واروح حطاهم فوق الحشو بقى. ودول بقى اخر ورقتين معايا، خدتهم وظبطتهم كده على وش الصينيه بتاعتي. بعد كده طبعا هنمسك الصينيه نروح مقطعينها زي ما انتوا عارفين ان احنا بنقطع الجلاش او الرقاق او الحاجات دي عامه قبل ما تدخل في الفرن، لان طبعا لو دخلت الفرن مش هينفع نقطعها بعد كده، هتتكسر معانا. هنمسكها بقى نقطعها، وبعد ما نقطعها هنشوف بقى نشربها ازاي. طبعا كلكم بقى مستنيين ان احنا نشربها بقى لبن وبيض زي ما بنعمل في العادي. لا، التشريبة بتاعتنا النهاردة تشريبة مختلفة جدا، تشريبة اقتصادية وجميلة جدا كمان. انا اجيب بقى مكعب من المرق، وزي ما قلتلك لو عايزة تعمليها صيامي هتجيبي مكعب مرقة خضار مع نص كوباية مية، بس نص كوباية مية من الحنفية. هديها رشة ملح بسيطة جدا، وما تنسيش ان احنا معانا ملح في الحشوة، يعني رشة ملح لا تذكر، ورشة فلفل اسود، ونروح مقلبينها تقليبة حلوة كده مع بعضينا. ده بقية الكوباية الا ربع من الزيت، باقي كوباية الا ربع من الزيت زي ما انتوا شايفين. فضل كمان منها، هاخد منها بتاع معلقتين 3، واروح حطاه في المية اللي معايا. وكمان هاخد ربع معلقة على حرف المعلقة كده بيكنج باودر، ده طبعا هيورق الجلاش معايا. وفي نفس الوقت كمان الزيت بيخلي الجلاشة مورقة وكمان مقرمشة. يعني بجد الزيت بجد خطير جدا في الجلاش بالزيت. يعني لو هتعملي جلاش بالسمنة او جلاش بالزبدة لازم تحطي الزيت معاكي، شوية زيت معاكي بيبرقوا الجلاش ويخلوه مقرمش وخطير جدا. انا دخلت بقى الجلاش بتاعي وصينيه الجلاش بتاعتي، دخلتها على فرن درجه حراره 180، حطيتها في الرف الوسطاني، خدت لها بتاع 17 دقيقه كده. لو محمرش بقى الوش معاكي، وهو مش هيحمر قوي يعني بصراحه، هتشغلي بس عليه الشوايه دقيقتين 3 كده عشان يحمر معاكي الوش ويديكي اللون الجميل ده للجلاش. وزي ما انتوا شايفين الجلاش بتاعنا عامل زي الفطير بالظبط. شايفين ارضيه الفطيره او ارضيه الجلاش عامله ازاي؟ زي الفطيره بالظبط. وكمان الجلاش مورق زي ما انتوا شايفين كده، وطري من جوه ومقرمش من بره، بسم الله ما شاء الله، يعني لا قوه الا بالله. بجد صينيه جلاش يا جماعه، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، لانها بجد جميله جدا، جميله من كل الجهات يعني بصراحه، سواء الحشوه سواء الجلاش، توريقه الجلاش، قرمشته طريانه من جوه وقرمشته من بره، والحشوه بتاعته جميله، يعني بجد جميل جدا. ان شاء الله لو جربتوا الوصفه دي هتعتمدوها ان شاء الله على طول. وداخل عليكم شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، هتحتاجوا حاجات من دي كتير، فاحنا ان شاء الله نعتمد الوصفه دي ونسجلها كده عندنا، وان شاء الله نبقى نعملها على طول في شهر رمضان. ولو ما عملناهاش بالجلاش نعملها باي حاجه تانية، نعملها بقى في صينيه رقاق زي ما بقولك، في السمبوسك، نعملها كمان في صينيه مكرونه بشاميل. يعني ان شاء الله هنحتاجها في حشوات كتيره. تجربوا بقى الوصفه ان شاء الله. ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. صحتين وعافيه لقلوبكم، ورمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.